يلا يا عمدة، الأكل جاهز. ايه يا شيماء ده؟ ايه في ايه؟ ايه ده؟ ايه يا شيماء ده يا شيماء؟ في ايه ايه يا الريحة عمدة؟ دي؟ ايه الريحة دي؟ مالها الريحة؟ ما ينفعش كده. لا حول ولا قوة إلا بالله يا عماد، ده أنا واقفة طول النهار عمالة أعمل في الأكل، مالها ريحة الفراخ؟ يا شيماء انت مش شامة الريحة عاملة ازاي؟ مش بتشمي ولا ايه يا شيماء؟ لا مش شامة الريحة بصراحة، فيها ايه؟ مالها الريحة؟ مالها ريحة؟ مالها ريحة ايه يا باشا؟ انت والله العظيم ما بتشمي شكلك. أيوه تعالى يا عمدة. تعالى. انا شوش الله يكرمك. ايه؟ الله يكرمك. يا أختي الله يكرمك. ايه الكرتونة التقيلة أوي دي؟ يعني الله يكرمك. يعني طالع بيها ال5 أدوار دي ازاي؟ يا لهوي. بقول لك ايه؟ ايه؟ غير كلام كتير. غير كلام كتير. كل اللي في الكرتونه يتعمل النهارده. لا النهارده ايه؟ دلوقتي. تعمل دلوقتي. على المطبخ هتقول طب ماشي، الكرتونة دي فيها ايه؟ افتحي بس وبصي انت. مش النهارده، دلوقتي. مين دلوقتي؟ حاضر هدخل بيها. ماشي. يا دي النيلة، ايه التهمة دي؟ ماشي بس بالراحه بس. بالراحه عليها. دلوقتي يا شوشو. انت جايب ايه فيها؟ افتحي وشوفي دلوقتي. يا لهوي عليا. دلوقتي نص ساعه وهعدي عليكي. حاضر. نص ساعه وهعدي عليكي. ما كدبتش خبر، خدت الكرتونه ودخلت اجري على المطبخ، عماله اقول يا ربي الراجل جايب ايه ومش عايز يقول. الكرتونه تقيله كده ليه؟ طب هي مكتوب عليها بسكوت، معقوله يكون جواها بسكويت؟ مش عارفه، البسكويت مش هيبقى تقيل كده. قعدت افتح، واول لما فتحت الكرتونه شفت حاجه لا تخطر على البال. يا لهوي، ايه اللي انت جايبه ده يا عمده؟ ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ما شاء الله. طب يا ربي هتصرف ازاي؟ تعالوا انجدوني والحقوني. تعالوا شوفوا جاب لي ايه. بصوا بسم الله ما شاء الله، جاب لي الفراخ دي كلها. الكرتونه كانت مليانه الفراخ دي كلها، بسم الله ما شاء الله. طب هو عايزني اعملهم كلهم دلوقتي؟ طب انا اتصرف ازاي؟ لا انت بتعجزني وفاكرني ان انا ما اقدرش. لا تعالى بص بقى مراتك هتعمل ايه. خدت الفراخ على الحوض. اول حاجه يا حبايب قلبي بحب اعملها للفراخ ان انا بغسلها وبعمل لها كمان محلول تنظيف. هو في حاجه يا شيماء اسمها محلول تنظيف؟ اه طبعا يا حبايب قلبي. الفرخه بعد ما تغسليها لازم تنقعيها في محلول التنظيف دوت بتاع ساعه كده، بتنزل كل الزفاره اللي جواها. لا وايه، بتبقى قشطه وريحتها كده زي الفل. انا عايزه اقول لكم اهم من اي حاجه في الفراخ هي نظافتها في الاول. انا كده غسلتهم كلهم. طيب هعمل ايه؟ هو ده بقى المحلول. معايا كل اللي انتوا شايفينه ده في الطبق. بحط الفرخة وبحط عليها الملح والليمون وكل حاجة، وبعدين القرفة والحبهان، ورق اللورة، كل الكلام ده، وعليها كوباية عصير ليمون. وسيبوا بقى الفرخة كده لمدة ساعة في المحلول ده. هتلاقوا المية البيضة دي ما بقتش بيضة. حنين. نعم يا بابا. شوفي يا بنتي امك اتاخرت كده لغايه دلوقتي. حاضر. كل شوية يبعت لي جمانة وحنين. لا لا استنى عليا يا عمدة، ده أنا بعد ما نقعتها لمدة ساعة بشطفها تاني. عاوزة أقول لكم ريحة الفراخ بسم الله ما شاء الله بتبقى زي السكر، ولا فيها ريحة زفارة ولا أي حاجة خالص. اول حاجه جبت الطبق فيه البصل وفيه الطماطم. هي دي الخلطه السريه اللي احنا هنعملها النهارده. شوفوا يا بنات كده وان شاء الله تعجبكم. طبعا الكميه دي كبيره علشان بسم الله ما شاء الله احنا عاملين فراخ كتير. طيب يا شيماء ايه الزياده بقى اللي احنا هنعمله؟ انا حاطه ملح هنا كتير يا جماعه عشان ما شاء الله كميه الفراخ كتيره. معانا ملح، فلفل اسمر، ال7 بهارات، بهارات المشاوي اسمها كده، وعليها شوية زيت. طبعا يا جماعة ايديا زي الفل زي ما انتم شايفين، غسلتها وزي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. وحط اول فرخة. كل فرخة هنعمل فيها كده. اهم حاجة بقى من الشغل تظبيط الشغل. شايفين الحتة دي؟ شايفين؟ وريهم يا جميلة. شايفين الحتة اللي جوه دي؟ طيب احنا ناخد كده الصلصة ونحط فيها. شايفين يا بنات؟ ما شاء الله. بصوا دخلت جوه ما شاء الله. اتبلوا. شوفوا التتبيله. انا بقى بسيبها في التتبيله كده بتاع ساعه، ودولت اللي هيتحطوا هشيلهم في الفريزر بتتبيلتهم. الله اتفرجوا على التتبيله
لما بتقعد في الحاجه كده بالاسبوع ولا حاجه في الفريزر. هرص بقى الفراخ، حطيتها جوه كيس تاني. تمام، الفراخ اتحطت جوه كيس تاني علشان خاطر تبقى محفوظه وزي العسل. ايه الصوت ده يا شيماء؟ ده صوت الاير فراير يا حبايبي، ده صوت الاير فراير. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. قدنا مهمه بنجاح. حبيبتي حبيبتي حبيبتي، مهما قلت عنك مش هيعرفوا قيمتك عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. بعمل ايه؟ الاير فراير حبيبتي ايدي ورجلي في البيت والله. انا مش قادره اقول لكم، بتطلع الفراخ مشويه. عارفين لو جربتوها مش هتقدروا تستغنوا عنها. بسم الله ما شاء الله. ادي اول فرخه، وادي تاني فرخه هحطها بالعكس. الله، هيتحطوا هنا كده. طيب يا شيماء، انا عندي اير فراير ومش عارفه الفراخ ايه نظامها، بحطها قد ايه؟ بصي يا حبيبه قلبي، بتعملي على اعلى درجه اللي هي ال200. تمام كده، تكون اعلى درجه. نشيل بس البخور من هنا واعمل الفرخه على ساعه، نص ساعه الوش ده ونص ساعه الوش التاني. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلى درجه ونص ساعه اول وش، بعد كده هطلعها معاكم وهقلبها، واعلى درجه ونص ساعه الوش التاني برضه. طبعا هنا عمده شامم الريحه، وعايزه اقول لكم، عايز يقول لي يلا يا شيماء ريحه الفراخ طلعت، الجيران هيخبطوا علينا. خلصت. بسم الله ما شاء الله. اول بسم الله ما شاء الله. نقلب بقى الفراخ ونحطها على الوش التاني. اللي بيحبها اكتر من كده، متحمصه اكتر من كده، يزود 5 دقايق على نص ساعه يا بنات. بسم الله. نقلبها. كل ما الفراخ تكون صغيره كل ما تكون احسن. انا معرفش عمده جابها لنا كبيره شويه، كتر خير الراجل يشكر، دخل علينا بشيء وشويات كده. بقى احنا هنحطها على الجنب التاني. بسم الله. ريحه جامده يا شيماء، جامده. ريحه حياتي. ريحه فراخ حياتي. ايه رايك كده يا شيماء تخربي بيتنا. بص المنظر، المنظر مع الجيران ده، انا حاسس ان الجيران هيخبطوا هنا كمان شويه. حلوه صح؟ لا يا شيماء، مش كده يا شيماء، مش هينفع الكلام دوت. كل يوم اعملها لك يا جمانه يا حنين. يلا يا حبايب قلبي، يلا يا داليا. لا مش هينفع، بسم الله. مش هينفع. اصبري مش هينفع. رايح فين الراجل ده؟ خدي دول 1 2 3 زي ما يطلعوا بكره. الله اكبر. لا مش ليكي. بكره هتجيب لنا زي دول تاني. تمام، اعملها لنا تاني عشان الموضوع صعب. ده جازات اللي تطلع حاجه طعمها حلو. لا حقيقي والله، لا صعب. يلا ناكل يلا. يلا.